الناس في أندونيسيا الحقيقة بيعانوا ويلات أو كل ويلات الظواهر الطبيعية. يعني ضرب أندونيسيا إعصار وتفجر أو صار فيها بركان، ومؤخرا زلزال. حالة الطوارئ لا تنقطع من أندونيسيا. هذا المشهد هو لمحة بسيطة مما تعرضت له إندونيسيا خلال الأيام الماضية. ما بين إعصار تسونامي وحمم بركان ميرابي، وجد الإندونيسيين أنفسهم محاصرين وعاجزين عن فعل أي شيء، ويتوالى سقوط الضحايا ليصل الرقم إلى أعلى معدلاته 435 قتيلا، وما زال 110 أشخاص مفقودين. كما عرقلت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس جهود فرق الإغاثة، بينما ضربت أمواج بلغ ارتفاع بعضها 3 أمتار للسواحل. وقال المسؤول عن إدارة الكارثة: نقوم بالبحث عنهم، لكن هناك احتمال كبير أن يكونوا لقوا حذفهم ومعظمهم دفن بالرمال. وتابع أن الأحوال الجوية أفضل اليوم ولا تهطل الأمطار، لذلك نأمل في إرسال المساعدات بسرعة. كما نتوقع أيضا وصول مروحتين لإلقاء مواد غذائية من الجو لسكان المناطق المعزولة. يذكر أن إندونيسيا تعيش في حالة قلق منذ أن ضربتها كارثتين طبيعيتين مطلع الأسبوع الماضي، وراح ضحيتهما 451 شخصا على الأقل، وأن حصيلة الضحايا تتصاعد منذ ال5 أيام الأخيرة. ونجم المد البحري عن زلزال بلغت شدته 7.7 درجات ضرب أرخبيل من تاوي قبالة سواحل سومطرة، ويشار إلى أنه تم تسكين نحو 50,000 متضرر في مركز للإيواء المؤقتة والمقام بالقرب من يوجيكارتا، أكبر المدن المجاورة للمنطقة التي شهدت تسونامي.